جوليا باسترانا اتولدت سنة 1834 في مستوطنة صغيرة اسمها سانتياغو دي أوكوروني في سينالو، المكسيك. إيه اللي حصل لها بالضبط في أول سنين حياتها مش مؤكد، لأن المعلومات عن تربية جوليا بتختلف شوية حسب المصدر. واحدة من الروايات المشهورة عن بدايات حياتها بتقول إن جوليا كانت من قبيلة من السكان الأصليين اسمها حفار الجذور. واضح إن أعضاء القبيلة دي كانوا عايشين في كهوف وكان شكلهم قريب من القردة. القصة بتكمل وبتحكي إن ست اسمها مدام إسبينوزا اتخطفت للأسف من القبيلة دي واتحبست فترة في كهف، لكن في الآخر مدام إسبينوزا قدرت تهرب من حفار الجذور، ولما هربت خدت معاها جوليا باسترانا الصغير. مع إن القصة دي مبنية بشكل سطحي على حياتها في البداية، إلا إنها كانت قصة ملفقة من أصحاب شغلها في المستقبل علشان يزودوا المبيعات. القبيلة اللي كانت والدة جوليا منها كانت من السكان الأصليين للمكسيك، لكنهم ما كانوش شبه القردة ولا كانوا عايشين في كهوف. من يوم ما اتولدت جوليا كان شكلها غريب، كانت مغطية بشعر أسود كثيف، وكان عندها فك بارز كبير وسنان ضخمة. مع أنه ما كانوش يعرفوا وقتها الشعر اللي كان مغطي جسمها كان بسبب حالة جينية نادرة اسمها فرط الشعر. بعض المصادر بتقول إن بعد الولادة أمها اعتنت بيها وعاشوا مع بعض قريب من أوغوروني، وكان السكان المحليين بيسموها المرأة الذئبة. بيقولوا إن جوليا فضلت مع أمها في المجتمع المحلي، لكن لما أمها توفت عمها باعها للسيرك. وفي رواية تانية عن قصتها بتقول إن بعد ولادة جوليا على طول أمها سابت القبيلة، ومحدش يعرف إذا كانت اتطردت ولا هربت. وبعدين بعد حوالي سنتين يعتقد إنهم لقوا جوليا الصغيرة وأمها مستخبيين في كهف، وده كان عن طريق مجموعة من الرعاة اللي كانوا بيدوروا على بقرة ضايعة. وبعد كده أخذوا جوليا وأمها لأقرب مدينة، وهنا حطوا جوليا في ملجأ أيتام لأنهم اعتبروا إن رعاية أمها ليها مش كفاية. مهما كانت الحقيقة ورا أول سنين في حياتها، كل المصادر متفقة إنها في وقت من الأوقات عاشت في بيت بيدرو سانشيز، وكانت بتشتغل خدامة وكمان بتسليه طول الوقت. مش واضح بالظبط إزاي اشتغلت عنده، بس يعتقد إن لما جوليا كبرت شكلها خلاها زي نجمة مشهورة في المنطقة. وفي الآخر جوليا لفتت انتباه حاكم سينالو بيدرو سانشيز وقرر يتبناها، وأثناء ما كانت تحت حماية الحاكم وفي خدمته اتعلمت تقرأ وتكتب وتتكلم لغات جديدة. جوليا كانت موصوفة إنها بنت لطيفة وذكية، وكمان كانت ساحرة وجذابة جدا. بعد سنين في بيته، مع إن مش معروف عددهم كان كم، في سنة 1854 جوليا اللي كان عندها 20 سنة قررت ترجع لقبيلتها وسابت بيت الحاكم. حسب تسلسل الأحداث ده وانت راجعة بيتها، جوليا قابلت واحد أمريكي بيشتغل في العروض اسمه إم رابس. بعد ما اتكلم معاها قدر يقنعها تروح مع أمريكا وتشتغل هناك في العروض المسرحية. وبرضو اتقال إن بيدرو سانشيز باع جوليا مباشرة للسيرك، أو إن إم رابيس شجعها تروح معاه وهي لسه كانت شغالة في بيت الحاكم. وبحسب الصحفي والكاتب في القرن التاسع عشر إيرينيو باز، كان فيه موظف جمارك اسمه فرانسيسكو سيبولفيدا، هو اللي اشترى جوليا باسترانا وخدها معاه للولايات المتحدة. في كل الأحوال، أول ما باسترانا وصلت أمريكا بدأت تعرض في عروض العجائب، وظهرت لأول مرة في قاعة غوتيك في برودواي بمدينة نيويورك في ديسمبر 1854. الدعاية للعرض وصفت باسترانا إنها مزيج رائع، وسموها ست الدببة من براري المكسيك. مع أنها كانت موهوبة على المسرح وكانت ترقص رقصة الهايلاند فليج وبتغني أغاني شعبية أسبانية، لكن الجماهير الكبيرة اللي كانت بتتجمع عشان تشوفها كانوا مهتمين بشكلها أكتر بكتير من موهبتها الموسيقية. طولها اللي كان حوالي 4.5 قدم، وفكها وشفايفها الكبار، وكمان الشعر الأسود اللي كان مغطي جسمها كله،
خلاها تتعرف بعدة أسماء مش لطيفة. أسمائها على المسرح كانت بتشمل السيد البابون والسيد المشعرة والمرأة القرد وسيدة الدب وكمان التي لا وصف لها وغيرهم. بعد عروضها في نيويورك، باسترانا قامت بجولة في مدن مختلفة على الساحل الشرقي وكندا، وكمان باسترانا حضرت كتير من حفلات العسكرية وأمسيات احتفالية. وفي المناسبات دي شهرتها اللي كانت بتزيد خلت كتير من الرجالة يقفوا في طابور عشان يرقصوا معها. ودلوقتي كان عندها مدير جديد اسمه ثيودور لينت. بعد ما شاف مكانة باسترانا بتكبر في أمريكا، كان عارف إن الخطوة الجاية هي إنها تقوم بجولة في أوروبا. خلال حياتها خلى لينت باسترانا تخضع لفحوصات من دكاترة وعلماء كتير. هو عمل كده بس علشان يدي مصداقية لحملاته الدعائية اللي كانت بتقول إنها هجينة، وده خلاه يقدر يزود الجمهور والإيرادات. الدكتور ألكسندر بيموت فحصها بشكل خاص وأكد إنها نص إنسانة ونص أورانجوتان. دكاترة تانيين وافقوا على التقييم ده، واحد منهم قال إن باسترانا كانت من نوع مختلف تماما. في لندن لينت فضل يكذب عن باسترانا في المواد الترويجية بتاعته، وبما إن ادعاءاته الكذبة جابت له جماهير كبيرة ما شافش سبب يخليه يغيرها. حسب البوسترات والمحتوى الترويجي، قبيلة باسترانا الأصلية كانت عايشة في كهوف وكان عندهم علاقات حميمة مع الدببة والقرود، ومع ذلك لينت كان حريص إنه ما يخوفش أي زباين محتملين، فكان بيأكد لهم إن باسترانا اجتماعية وذكية وطيبة، وإن طبيعة المرأة بتغلب على الأورانجوتان. رغم إن في ناس اتخدعوا بالكلام السخيف ده، في ناس تانية كانوا عارفين طبعا إنها إنسانة مش نوع من خليط بين الإنسان والقرد. لما فحصها سامويل نيلون جونيور عالم التشريح المقارن في جمعية بوسطن للتاريخ الطبيعي، أعلن إن باسترانا كانت امرأة كاملة بتقوم بكل وظائف جنسها. الجراح فرانسيس باكلاند زارها سنة 1857 وهي كانت في لندن، وعلق على حالتها وقال: أنا أعتقد أن قصتها الحقيقية إنها كانت ببساطة امرأة مكسيكية مشوهة من السكان الأصليين. ووصف ملامح وجهها تمام بالبشعة، لكنه كمل وقال إنها عندها قوام ممتاز وصوت جميل جدا، وعندها ذوق عالي في الموسيقى والرقص، وكمان بتتكلم 3 لغات. بعد وفاة باسترانا ناقش العالم الإنجليزي الشهير تشارلز داروين حالتها وقال: جوليا باسترانا راقصة إسبانية كانت امرأة رائعة فعلا، لكن كان عندها دقن كثيفة شبه دقون الرجالة وجبهة مشعرة. بسبب زيادة عدد أسنانها كان فمها بارز ووشها كان شكله شبه جارودة. ومع مرور الوقت لينت جمع ثروة صغيرة من استغلاله لبسترينا على المسرح. كان راجل غني لكنه كان لسه بيأمل إنه يزود ثروته. يقال إن بسترينا بقت شخصية مشهورة دلوقتي وجالها كتير عروض جواز، لكن بيقولوا إنها رفضت العرسان دول عشان ما كانوش أغنياء كفاية. بعض المؤرخين بيقولوا إن لينت كان بيأمل يجوزها لراجل غني جدا عشان يستفيد هو شخصيا. ومع ذلك لما أصحاب العروض المنافسين زي بيتي بارنوم بدأوا يهتموا بسترينا، قرر إنه ما ينفعش ياخد أي مخاطرة، فعشان كده أتجوزها علشان تقدر تفضل تجيب له فلوس. إحنا مش متأكدين من مشاعر بسترينا ناحية لينت، بس باين إنها كانت بتحبه. لينت ما كانش بيعملها كويس، كان متحكم جدا وقيد حريتها. ما كانش بيسمح لها تخرج بالنهار عشان لو حد شافها في الشارع ممكن ده يأثر بالسلب على دخل العرض. وكمان حياتها كانت كلها بتدور حوالين لينت لأن كان عندها أصحاب قليلين. معظم الناس كانوا بيشوفوها مجرد حالة غريبة. رغم كده وهي في فيينا اتقربت من الممثلة والمطربة فريدريكا جوسمان. باسترانا مرة قالت لجوسمان إن لينت بيحبني عشان نفسي.
هي لاحظت بعدين إن باسترانا كان دايما عليها غيمة خفيفة من الحزن. صاحب السيرك الألماني هيرمان أوتو قابل باسترانا في فيينا، وقعد يتكلم معاها فترة طويلة، وبعد كده كتب عن حالة باسترانا الحزينة في كتابه. وقال وحش بالنسبة للعالم كله، حالة شاذة بيتعرضوا بيها للناس عشان الفلوس. واحدة اتعلمت شوية حركات فنية زي الحيوان المدرب، لكن بالنسبة للقليل اللي عرفوها كويس كانت إنسانة دافئة، حساسة، مفكرة، وموهوبة روحيا جدا، وقلبها وعقلها رقيقين. وده أثر فيها جامد جدا في قلبها بالحزن إنها تضطر تقف جنب الناس مش معاهم، ويتعرضوا بيها كأنها حاجة غريبة عشان الفلوس، من غير ما تشارك في أي فرحة يومية في بيت مليان حب. في أغسطس 1859 باسترانا اكتشفت إنها حامل، وفي مارس 1860 أخيرا ولدت، وهي في جولة في موسكو. ابنها الصغير اللي كان فيه شبه كبير منها كان حجمه كبير جدا، وده خلى الولادة صعبة. للأسف الطفل توفى بعد 35 ساعة بس، وقلبها مكسور. باسترانا كمان توفت عن عمر 26 سنة بسبب مضاعفات بعد الولادة بعد 5 أيام بس. واضح أن آخر كلماتها كانت: أنا بموت وأنا سعيدة، لأني عارفة أني اتحبيت علشاني أنا. ومع ذلك ده باين عليه حلو قوي لدرجة أنه صعب يتصدق. لينت كان محطم، مش بس علشان مراته وابنه ماتوا، لكن كمان علشان فقد مصدر دخله الرئيسي. بعد وفاة باسترانا، لينت باع جثة ابنه وجثة مرته الراحلة للبروفيسور سوكولوف من جامعة موسكو علشان يحفظهم بالتحنيط الحيواني. وبموافقة لينت، لما سوكولوف خلص عملية التحنيط عرض الجثث في معهد التشريح في جامعته. لكن اللي لينت ما كانش يعرفه إن سوكولوف اخترع تقنية جديدة بتدمج بين التحنيط والتحنيط الحيواني. وبسبب خبرة سوكولوف في المجال ده، باسترينا وابنها كانوا باينين طبيعيين جدا، مش زي ما لينت كان متوقع. وأول ما لينت عرف قد إيه شغل سوكولوف كان ممتاز، اشترى الجثث تاني، لأنه كان فاكر إنه يقدر يكسب فلوس لما يعرضهم في أوروبا كلها. وبعد كام سنة لينت اكتشف ست تانية كان عندها نفس ملامح مراته اللي ماتت. ولما شاف دي فرصة ذهبية، لينت قابل ماري بارتل، وفي الآخر قدر يقنع أبوها إنه يوافق على جوازهم، ووعده إنه عمره ما هيعرضها. بس هو كان بيكذب، وما عداش وقت طويل إلا وكانت ناري على المسرح بترقص وبتغني باسم زينورة باسترانا. ولزيادة عدد الجمهور تم الإعلان عنها على إنها أخت جوليا باسترانا الصغيرة. لينت لف أوروبا وأمريكا مع مرته الجديدة ماري لسنين كتير، وفي الآخر تقاعدوا في سانت بطرسبرغ بالثروة اللي جمعوها. مع ذلك بعد التقاعد بفترة قصيرة لينت بدأ يجنن. في مرة من المرات اتشاف وهو بيصرخ عريان على كوبري وبيقطع الفلوس الورق. بعد كده اتنقل لمصحة نفسية روسية، وتوفي بعدها بفترة قصيرة في سنة 1884. أرملته ماري رجعت ألمانيا وباعت جثث باسترانا وطفلها. لمدة حوالي 50 سنة الجثث كانت معروضة في أماكن مختلفة حوالين العالم، زي المتاحف والسيرك والمتنزهات الترفيهية. بحلول الخمسينات الجثث كانت محفوظة في المخازن، لكن في السبعينات تم عرض الجثث مرة تانية في السويد والنرويج، وده قوبل بغضب شعبي. في سنة 1973 صاحب الجثث هانز لوند حطهم في مخزن كرنفال قريب من أوسلو. للأسف في أغسطس 1976 المخزن تعرض للسرقة، وبسبب ده جثة باسترانا اتسرقت، وبقايا ابنها اتدمرت جامد، والفيران قضت عليه. وبعدها ب3 سنين بس الشرطة لقت جثة باسترانا، واتخزنت بعد كده في معهد الطب الشرعي في أوسلو، مع ان الشرطة وقتها ما كانتش عارفة الجثة دي بتاعت مين.
لكن في سنة 1990 صحفي قدر يتعرف على رفتها، ومن ساعتها بدأ جدل في النرويج حوالين إيه اللي المفروض يتعمل في جثتها. في سنة 1997 تم وضع باسترانا في تابوت محكم الإغلاق ونقلوها لقسم التشريح في جامعة أوسلو. فضلت هناك لحد فبراير 2013 لما تم نقل جثة جوليا باسترانا أخيراً لمكسيكو علشان تندفن دفنة محترمة في ولايتها الأصلية سينالو. اتعمل لها جنازة كاثوليكية وحضرها مئات من السكان المحليين. جوليا باسترانا اتدفنت في مقبرة في مدينة سينالوا دي لا فيغا اللي قريبة من مكان ولادتها. تعرض فيلم مبني على حياتها سنة 1963 وكان اسمه المرأة القرد. حالياً في فيلم تاني اسمه فيليفت مبني برضو على حياتها ولسه في مرحلة التطوير. شكراً لكل واحد شاف الفيديو ده عن جوليا باسترانا، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم سيبولي لايك وكومنت تحت، ولو انت جديد في القناة ليه ما تشتركش؟ ولو عندكم أي اقتراحات سيبولي كومنت أو بعتولي إيميل هتلاقوه في الوصف. على العموم أشوفكم كلكم في الحلقة الجاية من حياة منسية. شكراً.